قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ما تنساش تشترك في القناة ديالنا وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا، وشكرا لك. تعيش مخيمات تندوف خلال الساعات الماضية على وقع احتقان غير مسبوق بسبب احتجاجات عنيفة انخرط فيها عشرات المحتجزين والمحتجزات عقب إقدام ميليشيات البوليزاريو على اعتقال 12 شابا جرى اقتيادهم إلى سجن الضبية عقابا لهم على التظاهر أمام مقر السكرتير العام لجبهة البوليزاريو الانفصالية. وارتباطا بالموضوع، أوضح منتدى فرصتين المهتم بقضايا مخيمات تندوف أن كتائب ميليشيات الدرك التابعة للانفصاليين قامت أول أمس الاثنين بالهجوم على معتصم عائلة المختطف الصحراوي محمد سالم ماء العينين السويد أمام مقر الكتابة الخاصة لابن بطوش، وأقدمت على اعتقال أفراد من عائلة أهل السويد وبعض المتضامنين معهم، مشيرا إلى أنها تدخلت بقوة مفرطة وضربت وعنفت كل الموجودين بالمعتصم. هذا التدخل الهمجي الذي استهدف المحتجين على عصابة بن بطوش أسفر بحسب ذات المصادر عن إصابة عشرات النساء بجروح متفاوتة الخطورة، فضلا عن اعتقال عدد من النشطاء المحتجين. وشدد منتدى فرصتين أن هذه الملاحقات التي أعقبت هذا التدخل العنيف أسفرت عن اعتقال كل من خليهن ولد جولي ولد النن، الحسين ولد سيدي موسى، مولاي ولد ماء العينين ولد السويد، أحمته ولد معطلة، قبل أن يؤكد أن هذا الاعتصام المنظم أمام مقر البوليساريو جاء بسبب استمرار اختطاف الشاب محمد سالم ماء العينين السويد الذي يجهل مصيره منذ تاريخ اعتقاله قبل 29 يوما، حيث لا تزال عائلته تطالب بالكشف عن مصيره. عقب ذلك يضيف المنتدى هدد أقارب ومعارف المعتقلين بإشعال المخيمات، حيث حذروا من إمكانية التصعيد في وجه ميليشيات البوليساريو عن طريق استخدام الأسلحة والرصاص الحي في مواجهتها. كما أشار المنتدى إلى أنه لا حدود اللحظة تعيش المخيمات على وقع سلسلة من المداهمات والاعتقالات، موضحا أن بعض المعتقلين قاموا بتداول مقاطع صوتية تؤكد اقتيادهم إلى سجن الدهبية، قبل أن يؤكد أن كل المحاولات التي سعت إلى احتواء الوضع باءت بالفشل، سيما عقب خروج الأمر عن السيطرة في ظل غياب محاور قادر على التهدئة، علاوة على غياب أغلبية القادة المتواجدين حاليا خارج المخيمات واختباء آخرين.